بسم الله الرحمن الرحيم. آيات من القرآن الكريم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزولها. هل تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من نزول بعض الآيات في القرآن الكريم؟ ولماذا يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من نزولها؟ نعرف هذا من خلال الحديث الذي رواه سيدنا عقبة بن عامر الجهني من أصحاب حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم وغيره من أهل السنة من أهل الحديث. لماذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة من نزول هذه الآيات؟ لما فيها من البركات، لما فيها من الخيرات، لما فيها من الفوائد التي يحصل عليها المسلم إذا قرأ بها هذه الآيات. هاتان السورتان تسميان بالمعوذتين، ومعنى المعوذتين يعني يستعيذ بهما العبد من كل شر، ويستعيذ بهما من الحقد ومن الحسد، يستعيذ بهما من الكيد إذا أراد أحد أن يكيد له. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هاتين السورتين في الرقية لنفسه، وكان يستعملهما إذا رقى أحدا من الناس كالحسن والحسين. فأكثروا يا أحبة من قراءة هاتين السورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس، فإن فيهما خيرا كثيرا لمن قرأ بهما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا في ضمانه وفي أمانه، وأن يكفينا شر الحقاد والحساد وأهل الجهل والبغي والعناد، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.